أن يكون لاح لكم يعني وجه الجواب بإذن الله تبارك وتعالى. الرسول الذي يأتي بشرع مستقل وجديد هذا معصوم من القتل. ولذلك كأن الحسن البصري، وهذا عجيب جدا ويدل على دقة فهمه ورهافة هذا الفهم. الحسن البصري ماذا قال؟ قال: ما قتل أو لم يقتل أحد من رسل الله أصحاب الشرائع الذين أتوا بالشرائع، وكأنه يريد الشرائع الجديدة، الشرائع المستقلة. لذلك لاحظوا أولو العزم الخمسة من الرسل وبالحري هم أصحاب شرائع مستقلة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. أوحينا إليك، هذا هو. هؤلاء جميعا على طول ما حاولت أقوامهم أن يستأصلوهم وأن يقتلوهم ومكروا بهم، إلا أن الله تبارك وتعالى أنجاهم وكتب لهم النصر على أعدائهم. لم يستطع قوم نوح أن يذهبوا به، ولا إبراهيم أنجاه الله من النار، ولا موسى، تعرفون المعجزة التي حدثت لموسى عليه السلام، ولا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأظهر الله أتباعه وحواريه وجعلهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ولا محمد بالحري عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا معنى معصومية الرسل. على كل حال، على كل حال، الذي ننتهي إليه بعد اللتا واللتي أن محمدا بالذات، وهو رأس هؤلاء الخمسة أولي العزم من الرسل، لا يمكن لأحد أن يتسلط عليه فيقتله. لذلك الوقائع كثيرة وثابتة بفضل الله تبارك وتعالى في السيرة النبوية الشريفة التي تثبت أن كل الذين حاولوا اغتياله وقتله قد فشلوا في ذلك فشلا ذريعا. ومحاولات اغتيال النبي 10 محاولة، مش محاولة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10، 10 محاولة، كلهن فشلن من عند آخرهن. لماذا؟ لأنه رسول أتى بشرع جديد، بل شرع ناسخ، بل شرع نهائي، النسخة الجامعة النهائية من شرائع الله تبارك وتعالى، ولا شرع بعده.